خلصنا المحشي والبشاميل والكنافة والقطايف. نلحق بقى نفسنا شوية قبل كحك العيد. ايوه الحقيني بالنظام اللي بتقولي عليه ده اللي هينزلني 4 كيلو لحد اخر رمضان. أول حاجة على الفطار هنكسر صيامنا ب3 تمرات كوباية مية. بعد كده الوجبة الأساسية بتاعتنا هتكون 150 جرام بروتين، سمك، فراخ، لحمة، أي حاجة زي ما تحبوا، طبق خضار أو سلطة. النشويات بتاعتنا هتكون عبارة عن نص كوباية رز أو بطاطس مسلوقة. بعد الفطار بساعتين هنتمرن تمرين مقاومة من 45 ل 60 دقيقة. تمرين المقاومة أهم من الكارديو عشان خاطر نحافظ على العضلات. بعد التمرين هناخد كوباية زبادي يوناني وفاكهة. يلا بينا ندخل بقى على وجبة السحور. هناخد بيضتين أو 150 جرام زبادي يوناني مع 4 معالق شوفان أو نص رغيف بلدي مع خضار زي ما انت عايز، خيار، جزر، خس. المية هنشرب من 2.5 ل 3 لتر من المغرب لحد الفجر. قسمهم، مش هنشربهم مرة واحدة، لكن خلينا متفقين ان مش كل جسم هينزل 4 كيلو لان كل جسم غير التاني. ولو عجبكم الفيديو اعملوا سيف وابدأوا تطبيق من النهاردة. انا رحمة سمير، اخصائية التغذية والتدريب. انا هعمل النظام ده. يلا انتوا كمان اعملوا سيف للفيديو ويلا ابدأوا، وما تنسوش تعملوا فولو لفيت باي رحمة.